بين كسرة القلب دي وبين الطرحة اللي ما بقتش تفارق ايدي، في سر مخبي نظرة عين ما بترحمش. قبل ما نعرف ليه الوجع ده، تعالوا نشوف أول نظرة بين أيسل وآدم الرفاعي. الليل كان نازل على القاهرة بهدوء، وقبل ما تخرج أيسل وقفت تظبط شعرها قدام المراية، وبصت لمامتها الحاجة صفية اللي قاعدة بتعاني من الألم المرض في صمت، وقالت لها بلهفة: يا ماما، نفسي أوديكي مستشفى كبيرة تتعالجي فيها، والله ما هرتاح غير لما أشوفك بخير. الحاجة صفية مسكت إيد بنتها وطبطبت عليها بابتسامة دافية رغم الوجع اللي جواها. يا بنتي أنا كويسة، ربنا كبير، المهم انتي تركزي في شغلك وتخلي بالك من نفسك. أيسل باست ايدها وقالت بطاعة: هخلي بالي، ما تخافيش. نزلت وعدت على هدى في المحل. هدى اللي الضحك ما بتفرقش وشها كانت قاعدة بتجرب لون روج جديد وبتقول بصوت عالي: يا بنتي ده لون نار، تاخدي تجربيه. ردت أيسل وهي بتعدل الجاكيت ومستعجلة: سيبك مني يا هدى، أنا ماشية الشغل، أنا متأخرة. هدى بصت ليها بإعجاب وفضول وقالت: طب استني أشوف فستانك ده، ما شاء الله، ده الشغل ولا العرسان؟ أيسل ضحكت بخفة وقالت: بس يا شيخ، هو اللي ناقصني الكلام ده؟ أول ما خرجت لقت مصطفى مستنيها عند أول الشارع. مصطفى اللي عيونه دايما بتفضح حبه ليها. قال لها بصدق: نفسي أريحك من الهم ده يا ست البنات، والله ما تستاهلي التعب اللي انت فيه ده. ابتسمت أيسل ابتسامة شكر، في نفس الوقت ردت: أنا متعودة يا مصطفى، والدنيا مش سهلة على حد. ومشيت وسابته وعيونه متعلقة بيها لحد الانكسار. وصلت النايت والموسيقى بدأت تعلى والأنوار بتلعب على الوجوه. أيسل دخلت ببراءتها اللي ما بتلقش على المكان، وفي زاوية بعيدة كان قاعد هو الشاب الوسيم صاحب الهيبة والغرور اللي عيونه بتقطع زي السيف. كانت سمر زميلتها بترقص قدامه وبتحاول تلفت انتباهه، وهو مستمتع باللعبة لحد ما أيسل عدت قدامه بالكاس. شعرها الناعم وقع منه خصلتين على خدها، ووشها كان منور بجمال طبيعي غصب عنها. آدم الرفاعي عيونه اتعلقت بيها من أول لحظة. النظرة الحادة اللي فيها استعلاء اتبدلت لنظرة انبهار حقيقي. أيسل قربت وبكل برود واحترام حطت الكاس وقالت: مشروب حضرتك، اتفضل. آدم مد ايده بس وقفت في الهوا هو بياخد منها الكاس، كأنه اتصدم. جمالها رقيق، بصلها بذهول وهمس: اسمك ايه؟ ردت بنظرة سريعة: أيسل حضرتك. سابت الكاس ومشيت، لكن هو فضل عيونه وراها كأنه أول مرة يشوف بنت بالشكل ده. ولكن على مين؟ فهو آدم الرفاعي.